في ناس فاكرة إنها لما بتسيب الصلاة يبقى هي بتسيب فرض، لكن الحقيقة أنت مش بتسيب الصلاة، أنت بتسيب نفسك. نفسك، لأن كل مرة الأذان يأذن ويبقى عندك فرصة تقف قدام ربنا وتقول مش دلوقتي، أنت كده بتأجل أهم لقاء في يومك، مش مع حد عادي، ده مع اللي فاهمك من غير ما تتكلم. تخيل كده واحد بيحبك بجد وبيستناك 5 مرات في اليوم، وانت كل مرة تقوله مش فاضي، هتفضل مستنيه لحد امتى؟ الغريبة بقى اننا بنستحمل كل حاجة، بنستحمل الضغط، نستحمل الزعل، نستحمل الوحدة، بس ما نستحملش 5 دقايق نقف نصلي. ليه؟ علشان ببساطة احنا اتعودنا نهرب من نفسنا، من تفكيرنا، من المواجهة. والصلاة بتخليك تواجه ضعفك، غلطك، حقيقتك، بس برضو بتديك فرصة تبدأ من جديد كل مرة، حتى لو وقعت 1000 مرة. باب الصلاة مش بيتقفل، بس السؤال بقى، هتفضل مأجل لحد امتى؟ ولا هتيجي المرة دي بجد؟ وما تنساش تصلي على النبي. سلام.